في الرياضة تتواصل بالجابون فعالية النسخة 31 لمنافسة كأس إفريقيا للأمم. الأنظار ستتجه نحو مدينة أويام التي تضم منتخبات المجموعة الثالثة، حيث تنتظر المنتخب الوطني مقابلة حاسمة أمام نظيره الإيفواري، إذ يكفيه التعادل للعبور لدور ربع النهاية. عبد الحق شرات. عقب فوزه الأول في هذه الدورة أمام الطوغو ب3 إصابات لواحدة، أنعش المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم آمله في التأهل لدور الربع بعدما أقنع نتيجة وأداء. فبمعنويات مرتفعة يواصل سلسلة استعداداته للقاء الغد، والذي سيكون حاسما أمام حامل لقب الدورة الماضية منتخب كوت ديفوار، والذي يعد من أقوى منتخبات القارة السمراء، والذي اكتفى بتعادلين حتى الآن. الأسود تكفيه من نقطة واحدة للعبور لمحطة دور الربع الذي لم يصلوا إليه منذ 13 سنة، لذلك بات لزاما على اللاعبين خوض هذه المقابلة المصيرية بالجدية اللازمة. هيرفي رونار الذي سبق له التتويج في دورة 2015 مع فيلة الكوت ديفوار يعرف جيدا خصمه، لذلك رتب جيدا كل أوراقه التقنية والتكتيكية وحتى النفسية ليزأر الأسود في لقاء الغد، والذي يعتبر حسب النقاد قمة كروية إفريقية كبيرة ستحبس الأنفاس. هيرفي رونار يضع بالتأكيد في مفكرته عشرات الخطط والحلول لتجاوز عقبة الكوت ديفوار، لأنه يعلم جيدا انتظارات الجمهور المغربي الذي يتطلع للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي الإفريقي الكبير. يقول هيرفي رونار: سنعمل كل ما في وسعنا لتكذيب كل التكهنات، هذا هو هدفنا. عندما يتعلق الأمر بالتأهل لدور الربع يجب أن نكون في المستوى. منتخب كوت ديفوار من أقوى المنتخبات الإفريقية، هو حامل لقب الدورة الماضية، غادرت أسماء وازنة بفعل الاعتزال كيايا توري ودروغبا، لكنه ظل دائما خالية تعج بالنجوم، ويقود حاليا المخضرم كالو توري نجم فريق هيرتا برلين الألماني، وجيل جديد من اللاعبين الموهوبين الذين يبحثون عن التحليق عاليا في فضاءات القارة السمراء. صحيح لم يقنع هذا المنتخب حتى الآن في هذه الدورة، لكن الحذر لازم أمامه لأنه ماكر ويجيد إدارة المقابلات حتى في أصعب المواقف. يقول ميشيل دوسي المدرب الفرنسي لهذا المنتخب: سنعتمد على نقاط القوة لدينا، خاصة الجانب الذهني. لقاء الغد سيكون حاسما وبضغط عالي على كلا المنتخبين. Voilà, c'est un match oui, avec une grosse pression, mais la pression elle est des deux côtés. لقاء بمواصفات مثيرة، والآمال معلق على الأسود لإعادة البسمة للجمهور الرياضي المغربي، فهذه فرصتهم ليكشروا عن الأنياب ويذهبوا بنا لأقصى الحدود في محفل كروي إفريقي رفيع المستوى، فبالتوفيق. هذا اللقاء المصيري ينطلق على 7:00 من مساء يوم غد. للمزيد من الإخبار الحصرية على مدار اليوم والأسبوع لا تنسى الاشتراك في قناتنا. شكرا والى اللقاء.